ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بقى نعمل مع بعض النهارده الجلاش الحلو. هنعمل اول حاجه طبعا السيرب بتاعه. اللي هو كوبايتين 2 سكر وكوبايه ونص ميه، ومعانا نص ليمونه. النص ليمونه ده يا جماعه اول ما الميه والسكر يغلوا على النار هنعصر عليهم نص الليمونه. انا هنا بقولكوا استنوا شويه اما الميه تغلي بالسكر ونحط نص الليمون. خلاص. دلوقتي بقى جبنا هنا لفة جلاش معانا، ومعايا هنا مكسرات، معايا سوداني ووسط الهند وزبيب ومعلقة صغيرة قرفة. المعلقة الصغيرة قرفة دي يا جماعة بتديله نكهة جميلة جدا. ودولت معلقتين بقى من السيرب اللي احنا عاملينه. ده بقى كان برد. وانا بقى خدت منه شوية صغيرين وحطهم على المكسرات كده علشان بقى تمسك المكسرات كده جوه الجلاش، وانا بحشيه عمره ما هيقع منه خالص. تمام. وللأمانة يا جماعة أنا السيرب ده حطيت فيه شوية فانيليا بعد ما استوى على النار، بعد ما غلى على النار وقفلت عليه. هو بياخد بالظبط على النار 5 دقايق أو 7 دقايق، أنا سبته 7 دقايق. خلاص. بعد ما نطفي عليه على النار كده نحط له الفانيليا. خلاص. ونقلبه ونستخدمه عادي. دلوقتي بقى هعمل هنا بقى شوية كده بقى تشكيلة من الجلاش. هنقطع بقى انا معايا لفة الجلاش ديت، انا خدت منها 10 ورقات واقطع منهم طويل كده زي ما انتوا شايفين. وهدهن هنا بين كل راق وراق شوية سمنة. خلاص، عشان خاطر الجلاش يبقى مورق. انا بعمل دلوقتي؟ انا بعمل حاجة اسمها تاج الملك. تاج الملك دي يا جماعة اللي هي زي البقلاوة كده اللي احنا بنجيبها من عند الحلواني ساعات. وهنحشيها بقى بالمكسرات اللي احنا لسه عاملينها دي، بتبقى طعمها جميل جدا. خلاص. بصوا بقى يا حلوين، انا حطيت هنا خلاص بقى الورق فوق بعضه. دولت انا كنت حاطه هنا متهيألي هنا 4 ورقات. المهم السمك اللي انتي حباه تعمليه. خلاص. وهقعد بقى انا اعمل بقى مربعات كده بالسكينه، ونقيس المربعات فوق بعضها. ليه؟ عشان خاطر كل واحده تبقى شبه التانية. اللي مش بتهتم بالمقاسات قوي فعادي ممكن تستغنى عن الخطوه دي، بس من الافضل ان احنا نعملها بالمقاسات. خلاص. انا هنا كنت بتأكد ان كل ورقة هنا كل شوية ورق هم 4 ورقات، علشان مظلمش واحدة تانية. خلاص. انا هنا بقى كنت بحط الحشوة جواها واتك على الاطراف يا جماعة جامد، واقفلها جامد جدا. وعلى فكرة بقى السمنة مساعداني انها تنقفل من الجنبين لان احنا دهنها سمنة كويس جدا. دي يا جماعة معايا هنا سمنة بلدي، انا مسيحة سمنة بلدي حط عليها شوية زيت. خلاص. اللي عايزة تعملها بزبدة تعمل بزبدة، مفيش اي مشكلة. المهم الحاجة عشان الزبدة او السمنة ليه؟ عشان تورق بين الورق كده وتدي تطعيمة حلوة. السمنة طبعا او الزبدة بتدي تطعيمة اجمل كمان من الزيت. تمام. وخلاص زي ما انتوا شايفين طبعا انا بعمل ازاي. 4 ورقات. انت عايزة بقى تكتري مثلا الورق عن 4، ممكن تخليه 5 أو 6 أو 10 براحتك خالص. وتحطي الحشوة في النص وتتكي جامد من الأطراف، وسهلة جدا وشكلها تحفة. هتشوفوها دلوقتي. شايفين شكلها جميلة جدا. دلوقتي بقى هنعمل لنا بقى اللي هي الجلاش اللي هو الأصابع. بصوا يا حلوين، الجلاش ده من الحاجات بقى اللي هي بتلم الورق المتقطع. مثلا شايفين الورق، انا كنت حاطه ورقه سليمه تحت، حطيت فوقيها ورقه متقطعه. اي ورق يا جماعه متقطع قدامكم ممكن نحطه بين الطبقات، عشان خاطر خساره نرميه حرام. تمام. شايفين هنا انا بحطه ازاي وبدهنه، ولا اكنه بقى متقطع بيتدارى خالص. وبعد كده بكمل بقى بقيه الطبقات. خلاص. انا بقى هنا ده هعمله اصابع محشيه برضو، احنا بنحبها كده. انا هعمل معاكم النهارده ان شاء الله شويه تشكيله كده جلاش، عشان بقى لو عندك عزومه او ان شاء الله رمضان داخل علينا نعمل بقى في العزومات حاجات شكلها جميل. خلاص. انا هنا برضو كنت بعمل برضو بقيس هنا برضو عشان تكون الاصابع الجلاش تبقى شبه بعضها. عايزه برضو تستغني عن الخطوه بتاعه المقاسات دي وتعمليها براحتك باي شكل اللي انت عايزاه براحتك. خلاص.
حتى انا دلوقتي برضو وانا بلف الجلاش هتلاقيني بعمل ايه، بلف واحده بالعرض وواحده بالطول. حتى هتلاقوني انا مش لازم يعني اطلع كله مقاس واحد. شايفين؟ بحط الحشوة في النص وبلف على طول. بس اهم حاجة ما ننساش ندهن بين الرقات زبدة او سمنة زي ما قلتلكوا عشان يطلع مورق وجميل. اهو شايفين؟ دي حتى هتلاقوها اطول من التانية، لان انا عشان احنا اللي هناكله طبعا، فما مش مهم بالنسبة لي قوي ان انا ايه اطلعها مقاسات متساوية لان مش جايلي ضيوف. خلاص. بس سهلة جدا. يبقى احنا كده عملنا لحد دلوقتي معانا تشكيلتين، هنكمل بقى الباقي. دلوقتي بقى هنعمل حاجة اسمها البونبوني. البونبوني بقى طبعا كلنا بنحبها، بنلاقيها كتير عند الحلواني، ونبقى مش عارفين عاملها ازاي. بصوا بقى يا حلوين، احنا بنعمل هنا ايه، نمسك ورقة جلاش، ورقة واحدة بس، ونتنيها كده، نعملها زي المروحة اللي كنا بنعملها ايام ابتدائي واحنا صغيرين، ونسيب طرف من هنا مفرود واليمة التانية طرف مفرود، وعلى الكشكشة دي نجيب شوية من المكسرات اللي احنا عاملينها، وفي النص كده نحط شوية مكسرات، ونسيب مسافة بين كل شوية حطيناهم من المكسرات، وهنجيب الطرف ده نحطه على المكسرات وندهنه سمنة، والطرف التاني اللي احنا سيبناه برضو ندهنه سمنة. وهاجي بقى هنا على كل فراغ بين بين اللي احنا حطيناهم، ونعمل ايه بقى، واقطع بالسكينة. خلاص. واقوم بقى تانية كده، اللي شايفين تطلع بقى الوردة بقى من تحت، او التقليم بتاع الورق بتاع الجلاش من تحت اللي احنا عاملينه، اللي هو المروحة ده، بيبقى شكله جميل جدا. بتقفلوا بقى عليه جامد من الاطراف، بيتقفل معاكم بسهولة لان احنا حاطين له السمنة، بيديكي بقى شكل البونبوني. شايفين؟ شكل جميل جدا. وندهن بقى طبعا يا جماعة اي حاجة بنعملها لازم ندهنها شوية بالزبدة او السمنة عشان خاطر ما تنشفش معاكم على ما تخلصوا يعني الكمية. دلوقتي بقى هنعمل ايه، اللي هو المثلثات، او زي ما بنقول عليها زي السمبوكسة كده. مش شرط يا جماعة الجلاش اللي احنا عايزينه شكله يبقى مثلث، مش شرط نقفله زي السمبوسة ونقعد نطبق فيه كده، لا خالص. دي سهلة شوية، دي طريقة سهلة. دولت يعني بتاع كام، مثلا 6 ورقات ولا حاجة. عايزة تزودي اكتر من كده زودي براحتك يعني انتي وذوقك، وعلى حسب الورق اللي عندك، لان احنا عارفين احيانا لفة الجلاش احيانا متبقاش زي بعضها. انا هقطعه برضو مربعات، كنت بقيسهم كده عشان يطلعوا مقاس واحد، وهنحط الحشو في النص ونقفل كده من الطرف بس. واهم حاجة ندهن زي ما انا قلت لكم برضو، وباكد ان احنا ندهن بين الطبقات كويس جدا بالزبدة او السمنة. خلاص. ونقفلها كده، سهلة جدا. دلوقتي بقى بعمل حاجة اسمها الوردة، او الشكل اللي هو بيدي زي القوقعة. بجيب ورقة عادي وبدهنها سمنة، هعملها معاكم دلوقتي في واحدة كمان. بدهنها سمنة او سمنة، واقفلها كده. مش لو انتوا عايزين تحشوها احشوها، انا حبيتها من غير حشو، طعمها تحفتين، هتجربوها وقولوا ان شاء الله. بس سهلة برضو جدا. شايفين؟ دلوقتي بقى اتبقى عندي بقى شوية جلاش كده، خسارة بقى يترموا، فقلت ايه بقى نحطهم بقى، نعمل صينية جلاش بحبها قوي، اللي احنا بنقطعها دي بتبقى تحفة. بصوا يا جماعة، جبت شوية ورق جلاش ودهنته بين طبقات وكده بالزبدة او السمنة براحتك. وبعد كده بقى جبت ورقة تانية وادهن برضو. ومن المهم يا جماعة ان احنا اخر طبقة تكون سليمة. شايفين هنا بين الطبقات ده اللي متقطع، اللي كان متقطع مني بقى اما كنت بعمل حاجة برضه هحطه ودهنه بالسمنة. بصوا يا جماعة، اخر طبقة لازم تكون سليمة عشان تغطي الجلاش المتقطع ده كله. وطبعا بقى نتني اطرافها كده تحت تحت الجلاش ده كله زي ما انا عملت كده، زي ما بوريكم دلوقتي. وندهنها بقى سمنة من فوق، ونقطعها بالشكل بقى اللي انت عايزاه، قطعي بالشكل اللي انت حابه براحتك. خلاص. ما تنسوش يا جماعه باكت الفانيليا اللي احنا بنحطه على السيرب بعد ما غلى وبعد ما استوى. ما ينفعش نحط الفانيليا في الاول لسبب ان الفانيليا طبعا ماده طياره. شايفين بقى اللي هنا الجلاش بقى بعد ما طلع شكله تحفه ازاي. يلا بقى بلكم هنا الشربات هنا بعد ما عملناه، قوام وسط، ما تقلهوش قوي ولا تخففيه قوي، بيبقى قوام وسط للجلاش.
خلاص شايفين شكله احمر وجميل ازاي. حتى هنا اللي في الصينيه استوى وطلع. هنا بقى حطيت السيرب برضو عليه وتشرب. يلا نشوفكم في فيديو جديد، متنسوش اللايك والاشتراك. مع السلامه.